لاحتلال بلد مستقل. مع ذلك نطالب بمحاكمة الذين قتلوا الجنود محاكمة علنية. نطالب بمحاكمة القس الذي جاء وأعلن صراحة أنه سيفصل المحافظ وأن المحافظ سيموت موتة سريعة وأنه سيكون الفجر. نريد محاكمة. ونقول لنصارى مصر تذكروا المعلم يعقوب الذي حين جاء الاستعمار الفرنسي كان عنده قراءة زي قراءتكم فيما في القاهرة. أنتم تعلمونها، النصارى يعلمونها ولكن كثير من المسلمين يعلمونها. واستخدم هذه القراءة بأنه جاب 2000 واحد نصراني وعمل منهم جيش وقاتل المسلمين. وبعدين لما يعد الاستعمار 3 سنين وخارج سنة 1801 لم يستطع هو معه أن يبقوا في مصر. إن أمريكا وأثيوبيا والعالم أجمع لن يستطيع حمايتكم، لن يستطيع حمايتكم، لن يستطيع حمايتكم. فالمسلمون قوم لا يغضون على الأذى، عندهم الجهاد. قال علي عز بيكوفيتش إن جهاد سنتين خير من دعوة 1000 عام. ونحن نعتقد هذا اعتقادا جازما. إننا عندنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نحن قوم مقاتلون، نحن قوم نرضى بأن تأتي الحرام في صدورنا ولا تأتي السهام في ظهورنا. نحن قوم لا نوضع على الأذى. وأمريكا التي تصدقون بها قد زلت في كل مكان. أذلها صوماليون خفاة عراق ومرمطوا بها الأرض وخرجت مخزية، وأذلها الأفضال وتدخل مخزية، وأذلها العراقيون وتدخل مخزية. إن أمريكا لن تستطيع أن تحمي نفسها حتى تحميكم. وإن كانت أمريكا تستطيع أن تحميكم لحقت نصارى العراق ولحقت نصارى الصومال، ولكن أمريكا لا تحمي اليوم نفسها. لكن أمريكا لم تحمل. وأثيوبيا التي تصفون بها أضعف دولة لا تساوي قوتها شيء، لا تساوي قوتها شيء، فنحن نعتمد على الله عز وجل عليه كبير. فقلت تذكروا يعقوب، المعلم يعقوب الذي لم تكن نهايته إلا أسوأ نهاية، حيث فر مع الفرنسيس ثم وهو راكب في البحر مات ميتة كلب، فلم يجدوا له قبرا فوضعوه في برميل خمر فتعفن. وهذا جزاء كل من يخون وطنا وكل من يخون المسلمين. نحن نريد للإسلام أن يعلو ولا يعلى عليه. لن نصمت على ظلم، لن نسكت على أذى، لن نسكت حتى يحاكم الذين ينادون الناس أن يحتلونا، وأن نسكت على الذين يسبوننا ويسبوا ديننا. قناة الكرمة سبت إلهنا سبا مقطعا لا أستطيع أن أقوله، وسبت نبينا. لو أن أحدا من المسلمين فعل نصف هذا أو عشر هذا ما كان نصيبه من العلمانيين من منشط ومعتز بن مرداش وبكاشة وغيره من أولئك الكلام المالحة، هذا كان جزاؤه. إنهم صمتوا جميعا على سب إلهنا وعلى سب نبينا وعلى قتل جنودنا، بل أغاروا إلينا فاتهمونا ونحن بأننا نحن ظالمون حتى يحصلنا بالذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تدع في هذا الجو العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا رفيقا ولا دين إلا قد جزينا، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا مسجونا مدفونا إلا أحسن خلاصه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وفي القرقاز وفي تركمانستان وفي أفغانستان وفي أفغانستان وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والصليبيين، اللهم عليك باليهود والصليبيين، لا ترفع لهم راية واجعلهم لسائر العباد عبرة وآية. اللهم ضياء، اللهم منزل السحاب، منزل الكتاب، هادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا،
ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأقم الصلاة